بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى عيله، احلى اخوات في الدنيا. النهارده احنا هنعمل مع بعض فيديو من ارضنا الزراعيه زي ما انتم شايفين. اول ما خرجنا بره على طول لقينا جد فؤاد والاخت ام احمد زي ما انتم شايفين كده. تزرع امتى يعني؟ خلاص 11 ان شاء الله على 10 11 كده. رجعت في كلامك مش هتزرع حاجه تانية؟ لا بجد والله الارض تريح من ناحيه والدودة والدوده كل ماتت اللي هي كانت في الدوره. زي ما انتم شايفين معايا كده. الارض بعد ما شلنا منها الذره مسكها عم فؤاد حارتها بالشكل ده وقال لك انا هسيبها. اتكلم بقى. نسيبها الارض ترتاح من ناحيه ومن ناحيه الدوده اللي كانت في الدوره موجوده في الدوره ديت تموت. ونجهزها ان شاء الله على نص 11 كده تكون مغلب من المزروعه ان شاء الله باذن الله. نزرع ايه السنة دي؟ ايه نزرع ايه السنة دي؟ عايزها اللي هم مصرحين بيها وحش ليه؟ وحشة في العيش. لا والله اللي مجدي كان زارعها وحشة قوي. بيتشاوروا واخدين بالكم، والفلاحين بيتشاوروا مع بعضهم. بتتقطع خالص. بيقولوا عيوب القمح القديم. لا هات المسا 11 من اللي هي القديمة. فين هي؟ يا ريت ما عادش الفلاح ما كانش مقصوره انا كان عندي بصوا بيتكلموا كان مع عندي بعض. شكار. نشوفوا هيزرعوا ايه نوع القمح الجديد اللي هيزرعوه، الحاجات دي يعني. كده تكمل بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت. شكارة لسه مقلبها على الجديدة من قيمة يجي 5 أيام. كان خالتي قايلة عايزة آخد منها وأسماء قايلة آخد منها ومحدش سأل، قمت مقلباها عشان تشيل. طبعا بقى ده مش اساس الفيديو بتاعنا يا جماعه. احنا رايحين على الارض، نازلين نعمل مع بعض او نشوف مع بعض زرعه جديده خالص. الزرعه دي ازيك يا ام محمود، عامله ايه؟ الله يسلمك. عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا جايين لك. ما انا بصوره بالصبح. بيمشوا شويه ويقفوا شويه، بيتفقدوا احوال الزرع او احوال الارض عامله ايه. طبعا احنا ماشيين بقى اهو زي ما انتم شايفين على قشر بيض. انا جايبه لكم بقى ايه عم فؤاد، جد فؤاد والاخت ام احمد. وهم ماشيين بقى نازلين الارض الزراعيه عشان نشوف الفيديو بتاعنا الاساسي اللي انا بتكلم عنه. الفيديو عن ايه بالظبط او عن زرعه ايه؟ طبعا الزرعه اللي احنا رايحين لها دلوقتي مع بعض زرعه احنا زرعناها، جهزنا لها الارض، عملنا كل حاجه. الكلام ده من سنتين. حتى الزرعه دي كمان جمعناها مع بعض وشفنا المحصول بتاعها. ده طبعا الفيديوهات دي في اول القناه ورا خالص تحت لو حابين تشوفوها. طبعا انا هقول لكم على اسمها ساعه ما نوصل لها. طبعا الزرعه دي جايبينها وهي لسه في مرحله الاوائل من عمرها، لسه ما كبرتش قوي. دلوقتي ام احمد سابت صديقها جد فؤاد ومشت بقى رايحه، اتجهت الى الزرعه بتاعتها اللي هي هتوريها لكم دلوقتي حالا. ماشي، ما احنا شفنا القطه. ما شاء الله القطه فرشت بالطريقه دي. فرشت كده. والنعناع ام احمد ده وقت النعناع بقى. واخدين بالكم؟ يلا يا ام احمد انجزي. ما ناخد عودين تعملي عصير نعناع. ده وانتي راجعه. يلا بقى اوريكم الملوخيه في مرحله اخرى. كل ده واحنا معديين لسه ما وصلناش مع بعض للزرعه. طبعا خدوا بالكم ان الفيديوهات في الاراضي الزراعيه بتبقى تحفه قوي، جميله. الخضره جميله. بصوا الخيار يا جماعه ما شاء الله عليه زي ما انتم شايفين كده. لسه بقى هيفرش كده زي القته. يلا يا ام احمد. بصوا دي مرحله بقى من مراحل الملوخيه دي بقى زي ما انتم شايفين معايا، جميله كده. على فكره الملوخيه دي مش هتتباع بكره، لا هتبقى خفيفه قوي. الفلاح بيروي.
احنا لسه في طريقنا للوصول. ده القصب اهو، بصوا ما شاء الله القصب كبر. ابو قردان سقعان. بص ابو قردان في الارض. ليه بقى ابو قردان في الارض؟ طبعا كلنا عارفين المعلومه ان ابو قردان صديق الفلاح، وهو دايما بيجي على الميه اما بيكون الفلاح بيروي بينزل الارض زي ما انتم شايفين. طبعا ابو قردان واقف عند المكان اللي احنا رايحين له. انا حبيت قوي اوريكم الزرعه وهي لسه في اوائل عمرها، في اول ايامها، وهي لسه بسيطه وصغيره. ما تنزلي يا ام احمد، انت رايحه فين؟ لا مش هننزل، تعالي الناحيه دي. حبيت اوريكم زرعه الفاصوليا. طبعا الفاصوليا بتتزرع شق في قلب الخط زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. الفاصوليا دي مزروعه واحده جنب واحده. لو انتوا بصيتوا قوي، على فكره دي حاجه لفتت نظري قوي قوي في الزرعه، ان الزرعه طالعه مساء واحد او طالعه في مساواه في الزرع. تمام. ده ما يعملش كده او ما يزرعش الزرعه وتطلع بالنظام ده الا فلاح شاطر، او فلاح عنده خبره جامده في الزراعه، او فلاح بمعنى اصح يعني الفلاح الذكي. فهي طالعه كلها زي ما انتم شايفين. انا حبيت قوي اوريكم زرعه الفاصوليا وهي طالعه صغيره لسه، ما كبرتش، ما بقتش لبشه كبيره ولا الكلام ده. طبعا هو النهارده كان بيروي زي ما انتم شايفين الميه في الارض. هو كان بيرويها النهارده. فانا جريت بسرعه وقلت لازم انا اوريها لكم قبل ما تكبر وقبل ما تعمل اللبشه بتاعتها. بصوا شكل الزرعه، شجره الفاصوليا وهي لسه صغيره اهو. بصوا ما شاء الله، ربنا يحسن زرعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحسوا ان هي معموله زي المسطره. دي قدره ربنا بقى، هو عمل اللي عليه. هو حط الحبايه في الارض سطور كده او بنظام زي ما انتوا شايفين، وبعدين الباقي على الله. تمام. ارجع يا محمد اهو. بصوا بقى اهو الفلاح الذكي. ونوري يا محمد، نوري. لا احطها، ده جميل. ده الفلاح الشاطر. ايوه لسه بنتكلم. احنا ما نجيش هنا غير اما نتكلم عن الفلاح الشاطر، الفلاح الذكي. عمو حامد. ايوه اللي هو عمنا احنا. جوز عمتي. جوز عمتي. عشان تبقوا عارفين يعني. ايوه عشان احنا واقفين مع عم حامد كده. ده ابن عم ابويا وجوز عمتي. النطره هتنزل علينا دلوقتي. ان شاء الله. لا ان شاء الله مش هتمطر. على فكره الجو حر مش ساقعه. ان شاء الله مش هتمطر. هو عالم بيها. ايوه. فطبعا النهارده هو رواها وبالشكل ده اهو. بصوا هي دلوقتي واضحه اكتر من الاول زي ما قلت لكم. طبعا احنا عملنا فيديو جمع الفاصوليا في اول القناه من الاول خالص، وعاملين برضو واحنا بننقي الفاصوليا المحصول بتاعها وبتتعمل فيها ايه وبتبقى شكلها ايه وبتبقى ازاي. تمام كده. انت زرعت توم ولا ايه؟ لا لسه. امال ده ايه ده؟ والله زرعت حبه يعني. كانوا حبيتين بلي كده نقلبهم من الارض. فانتم في النواله فزرعوا. ايوه. قول بقى المعلومه الجميله دي. رحت فحت لهم في الختام الخطوط ده همت، ورحت زارعهم بقى بيبشروا. ايوه ما شاء الله. عرفتوا بقى ان هو فلاح شاطر وذكي. يعني هو كان زارع الارض بطاطس قبل كده، واللي حصل ان هو نقى البلي الصغير حطهم في النواله، وجه في وقت او في ميعاد زراعه البطاطس زرع فرده او حوض من الارض لاكل البيت مش للبيع. تمام كده. يعني هو ما اشتراش، هو كسر البطاطس اللي كانت موجوده عنده، يعني وفرها لنفسه عشان ما يشتريهاش غاليه. وطبعا هو عارف ان هي نوعها ممتاز وحلوه جدا في الآلية، فهو حب ان هو يكفي بيته. تمام كده. حب ان هو يكفي بيته. انت هتقلع الباميه دي امتى؟ هناخدها منك ولا حد هياخدها؟ طيب ماشي خلاص ان شاء الله. خليك فاكر بقى ان احنا قلنا لك ان شاء الله باذن الله. والله انا مبسوطه ان انا بقيت عارفه. طبعا يا جماعه ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، وان شاء الله هنلتقي مع بعض في فيديو قادم باذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.